السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني كتير كتير. جايلكم فيديو جديد، وقبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على رسول مسمي الله عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، انا كنت قلت لكم قبل كده ان انا هاخدكم هنروح الحوتين نشتري الفوانيس من هناك والكلام ده. يعني اشترينا شوية حاجات، ومن حسن حظنا ان احنا رحنا يوم الحد، والحد ده بيبقى مثلا بعض المحلات قافلة في مكان هناك اسمه العتبة، فما عرفناش نشتري كل اللي احنا عاوزينه. فعادي بقى نشتري بقيه الحاجه بتاعتنا من المنصوره، وبرضو اعمل لكم فيديو بالحاجات اللي انا جبتها. طبعا الحاجات اللي انا جبتها اعمل لكم فيديو تاني علشان خاطر الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. كنا قاعدين في الحسين هنا حبايبي، فطلبنا بيتزا وفطير كده زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى جوزي بيقول لكم باي باي، وحصل لنا مواقف كده يعني مش حلوة. يلا مش مشكلة، حصل خير الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. وهنا بقى كلنا البيتزا بقى ناكل يعني هوت. وبعدين اللهم صل وبارك على الحبيب المصطفى. هنا بوريكم البيتزا يعني بتمط ازاي، شفتوا المطه بتاعتها تحفه بصراحه، كانت طعمها جميل جدا جدا. اللهم بارك. هنا بصور لكم بقى الفوانيس اللي لقيتها هنا. فاحنا يعني احنا مش رايحين نجيب فوانيس، احنا جايين رايحين نجيب زينة للشقة. اما الفوانيس كنا عاملين حسابنا ان احنا هنجيبها من المنصورة، لكن زينة الشقة دي كان هو قال لي جوزي في مكان حلو هناك، هجيب كل حاجة هناك منها. واسعار برضو هنا هناك حلوة ما شاء الله، يعني الاسعار يعني في القاهرة يعني مريحة شوية عن المنصورة. فهنا بقى خلاص اكلنا ورحنا قعدنا في كوفي كده، وشربنا الشاي بتاعنا والقهوة بتاعتنا. وهنا بقى خلاص الشاي نزل اهوت وصبه. انا بحب الشاي بتاعهم قوي بصراحة، بيبقى مظبوط كده وجميل يعني، واجواء بتبقى حلوة. اللهم بارك يعني. ما تنسوش حبايب قلبي تصلوا على رسول مصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. ولو وصلتي لحد هنا معايا متنسيش بقى، لو اول مره تشوفيني تشتركي في القناه لو لسه مش مشتركه، وتحطي اللايك الجميل يا قمر انتي، وتقولي لي كومنت جميل عجبك الفيديو ولا ما عجبكيش. و طبعا اي كلمه تقوليها هتبقى يعني على راسي من فوق، ومستحبه يعني هبقى يعني حباها يعني. ف بس كده. حبيت ان انا يعني اصور لكم بقى يومي، وتشوفوني بقى اليوم بتاعي كان عامل ازاي. والله احنا كنا بسوق، مش اليوم اللي هو الحلو، ربنا اللي يعلم بقى كنا عاملين ازاي. بس مشينا حالنا ومشينا اليوم عشان بس اولادنا برضو ما يتضايقوش او يحسوا ان في يعني ان الفسحه مش لذيذه يعني. لا، احنا الفسحه حلوه مفيش اي حاجه، وعيشهم اليوم بتاعهم طبيعي جدا جدا جدا. بس بصراحة والله العظيم كان يوم يعني حصل لنا كده كم موقف كده هو ضايقنا بصراحة يعني، بس الحمد لله. قضينا يومنا ورجعنا بالسلامة، والحمد لله وشكر لك يا رب. وكل سنة وانتم طيبين. والحمد لله ان حصل يعني يعني الحمد لله انها جت على قد كده يعني، علشان خاطر يعني ممكن كانت تحصل حاجة كبيرة نزعل عشانها، او حاجة كبيرة نخسرها. فالحمد لله انها جت لحد كده، واحنا مش زعلانين من اي حاجة. الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. كل حاجة بتحصل حلوة وحشة لازم نقول الحمد لله يا جماعة، ده حاجة ربنا كاتبها لنا. مش خلاص مش هنهرب منها، اللي ربنا كاتبه هو اللي بيكون وما تنسوش بقى تصلوا على رسول المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. حبيبي يا احنا كنا واقفين بنجيب حرنكش، فلقينا الراجل ده بقى مشغل اغاني رمضانيه، وقاعد بقى يغني معايا كأنه هو اللي بيغنيها. فانا حبيت اصوره، فضل وقف بقى هم صوروا جنبه كده. فانا حبيت ان قعد بقى يقول وحبي يا وحبي، وهو مشغل اصلا معاه صب صغير كده مشغله، وماسك ده مش عارفه اللي في ايده دوت، قاعد بقى يغني مع الاغنيه. صوته هو اللي واضح بقى مع الموسيقى، اكنه هو اللي بيغنيها. حتى ابني بيقول لي هو اللي
مصطفى ابني بيقول لي يا ماما ده هو ده اللي بيغنيها الحقيقي، هو ده دي اغنيته. قلت له لا يا حبيبي ده هو. قلت له يعني انت مش شايف الصب اللي معايا؟ والله ضحكني بقى في الوقت ده. هنا بقى كنت رحت بقى العتبة، لقيت بقى المخدات الصغننة دي، جبت منها 4. الاشكال دي في ب20 وفي ب35. انا جبت اللي هو مرسوم عليها من الظهر والوش بيقولك ب35. ما جبتش الا يعني دول. وجبت ستورة كده ان شاء الله برضو اوريها لكم برضو في الحاجات اللي انا هوريها لكم. وهنا الورد والزرع دوت لقيته كده، قلت اصوره لكم. الواحده ب300 جنيه طبعا انا عندي، فانا حبيت ان انا يعني اسال برضو بكام. فلا بيقول يعني الواحده ب300، واسعار حلوه على فكره. إيه بس كده. وبعدين ايه قعدنا بقى نسال على المحلات اللي احنا عايزين منها الحاجه اللي احنا عايزينها قافله، عشان النهارده الحد. كان يوم حد قصدي. وبيقولوا بقى يوم الحد ده بيبقى معظم الناس قافله باجازه عندهم يعني. من حزن حظنا بقى، يا ريتنا يعني كنا جينا في يوم تاني. يا ريتنا كنا جينا في يوم تاني وخلاص. يوم الحد ده ما كانش كان يوم مش عادي بصراحه يعني، والله بجد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وده الفوانيس اهيت اللي احنا لقيناها هناك، قلت اصورها. طبعا ولادي بقى مش عايزين الفوانيس دي بقى، بيقولوا لي احنا عاوزين الفوانيس اللي هي القديمه، اللي هي الاشكال القديمه، اللي هي العاديه. فعشان كده جبنا لهمش بقى من هنا. قلنا بقى ايه، نجيب من المنصورة بقى ايه اللي احنا معرفناش نجيبه من القاهرة، نجيبه ان شاء الله من المنصورة. وعايزاكم بقى تقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، عجبكم ولا ما عجبكوش. ملكوش دعوه يعني باللي حصل لي، بس انا عايزاكم تتفرجوا على الفيديو وتشوفوا بقى رايكم فيه. فاجواء والله حلوه جدا جدا. لكن انتوا بقى ايه عارفين، لما الواحد بيحصل له اي ظروف المود بتاعه بيبقى يعني مش اللي هو. بس حبينا برضو ايه نداري بقى الكلام ده جوانا، وقلنا خلاص مش مشكلة اللي حصل. وعشان خاطر برضو عيالنا احنا جايبينهم عشان نتفسحهم ومش عشان نحزنهم وكده. انتوا عارفين طبعا كلامي، قصدي كلامي يعني. بس فحبيت يعني انا بتكلم معاكم بفضفض على فكرة، يعني انا بفضفض وبقول لكم على اللي حصل إيه في اليوم ده ايه. وبكده الفيديو خلص معايا، مع الف سلامة، باي باي.